صباح التفاؤل والجمال. يا رب السنة الجديدة يجعلها سنة خير. وافتكروا كويس جدا قبل أي حاجة إن أنا أول حد أقول لكم سنة سعيدة عليكم، هابي نيو يير، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب السنة 2000 2024 تبقى أفضل من السنين اللي فاتت كلها. في بداية الكلام أنا شايفة إن إحنا اللي بنغير السنين، مش السنين هي اللي بتغيرنا. بمعنى احنا طباعنا وعاداتنا واخلاقنا ومبادئنا ومعاملاتنا مع بعضنا، كل شخص بمعاملته وباسلوبه وبطريقته مع اللي قدام منه، هو دوت الوحيد اللي كفيل ان يخلي السنه تبقى افضل من اللي فاتت واللي فاتت واللي فاتت. بس للاسف احنا ما بنعملش كده. يعني احنا بناكل في بعض، بنأذي بعض، بنعيب في بعض، ولكن إلا من رحم ربي، إلا فئة قليلة جدا هي اللي يمكن يعني بتحاول إنها على قد ما تقدر إنها تتمسك بالمبادئ والقيم والأخلاق شوية. بس أنا اللي أنا شايفاه إن في جيل من الطلبة، جيل من الشباب والبنات رايح في 60 داهية. والله العظيم يعني حقيقي فعلا. عدد قليل جدا هم اللي متربيين، والباقي عايزين يتحطوا في مؤسسة يتم إعادة تربيتهم من أول وجديد على الأصول والقواعد والأخلاق والأدب. أنا مش عارفة الأم أو الأب اللي هم مربيين الأولاد دول إزاي أنت بتقبلي إن بنتك تبقى بالأخلاق دي. طيب، وهل انت لما بتلاقي بنتك بتعمل كده بتبقي من جواكي راضيه، بتبقي مبسوطه، بتحس يعني حاسه ان انت عملتي حاجه كويسه؟ يعني انا مش عارفه بصراحه. يعني اكتر حاجه تقهر او يعني تموت الام والاب ان يلاقوا عيلهم او ضناهم ان هو مثلا سوء اخلاق، تصرف مش كويس، ان هو مثلا بيضحك ضحكه مش كويسه، ان مثلا الناس تقول عليه ده مش متربي. دي اكتر حاجه بتموت. طيب انت قاعده بتعملي ايه، او انت قاعد بتعمل ايه؟ فينك انت كدورك كأب، وانت فينك كدورك كأم؟ انا شايفه ان الاباء والامهات مكبرين دماغهم خالص خالص خالص. واعتقد ان الولاد والبنات بيكتسبوا هذه الاخلاقيات من خلال الاب والام. ده رقم واحد، هفضل اقولها لحد ما اموت. الجيل اللي طالع ده جيل عايز اعادة تصحيح، مش من قبل المعلمين او المدرسين او المدرسة، لا، ده من البيت نفسه، من المؤسسة اللي هي الاولى، نمبر 1، اللي هي ربت وكبرت. انت فين؟ ده رقم واحد. رقم 2، لما بيحصل مشكلة وتبص تلاقي بنت جايه تحكي لك او ابن جاي يحكي لك، وتقول له ايه مثلا؟ في اب يقول له ايه وما ردتش عليه؟ طب سبته؟ طب ما قلتلوش حاجه؟ هيرد على مين؟ هيرد على مين؟ مش هيسيب مين؟ المدرس؟ انتوا بتعلموا ايه؟ بتعلموا ايه؟ بتقول له ايه؟ طب ما معلش، ما هو يوم ما هيرد على المدرس وهيقل في ادبه، ما هو بعد كده هيقل في ادبه عليك انت. ده اذا ما كانش قل في ادبه عليك قبل ما يروح يقل ادبه على المدرس. طيب، في اخلاقيات وفي اسس لكل ام واب انتوا تجاهلوها تماما. لو سمحتم، في اسس ومبادئ للتربيه. ربوا صح. على فكره، مهما كان في تقدم وتكنولوجي وحياه عصريه، وملوش علاقه على فكره بالاخلاق والادب، دول عواميد الحياه، عمود الحياه، الاخلاق والادب والتربيه. مهما عدى علينا سنين، مهما اختلفنا، يعني لا، دول ما بيتغيروش، دول ثابتين. لكن انا اللي انا شايفاه ان الجيل بتاع اليومين دول طبعا جيل رايح في 60 داهية، اقسم بالله. الا عدد قليل. الميك اب، يعني انا عايزين مثلا تعرفوا ايه؟ مثلا من طفله طالبه اولى ثانوي، يعني اولى ثانوي، ميك اب كامل، فول ميك اب، وفاهمه هي بتحط ايه،
فاهمه هي بتحط ايه اللي بيتحط قبل ايه، وايه اللي بيتعمل قبل ايه، ومش عارفه ده اسمه ايه، ودرجات اللون ده مش فن. ده مش فن ولا تقدم. من باب اولى ان هي تبقى مركزه مع الماده العلميه بتاعتها، الماده الدراسيه بتاعتها. لما انت نبيهه قوي كده ومقطعه السمكه وديلها وفاهمه ايه قبل ايه وايه، طب ما تبدعي في المجال العلمي بتاعك. لا. مكوه. يعني ده انا كمان يعني لاحظت كمان كارثه سودا، ان هما بيبقوا مثلا ماشيين بالشنطه بتاعتهم حاطين فيها مكوه شعر، حاطين طبعا ده مش اساسي، الميك اب ده ما بيخلاش، مكوه شعر نازله بيها. طب احنا هنوصل لحد فين بقى بعد كده؟ الام والاب. وما تجعليش حجتك ايتها الام ان اصلك ابوها ميت، اصلك ابوها مطلقني، اصلك ابوها ساب البيت ومشى. لا، انت كأم جديرة لوحدك ان انت تقودي العملية التربوية من غير اي اب. اكم ما اسر وبيوت شخصيا وانا عارفاها عاشت الام ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحة، هي اللي تربي وهي اللي تودي المدارس وهي اللي تجيب وهي اللي والاب مجرد برفان برفان والله، يروح الشغل يجيب الفلوس بس فقط لا غير. بس هي مركزة. انا ابني عمل كذا، بنتي عملت كذا، وما بيبقوش عيل واحد، بيبقوا اكتر من عيل. احنا في بيتنا طول عمرنا بابا للضروره القصوى. للضروره القصوى بقى لما تبقى في كارثه ماما تضطر انها تقولها له، تمام. لكن ماما ربنا يشفيها ويعفي عنها بحق لا اله الا الله، هي اللي ماسكه زي ما بيقولوا ايه الدنيا، هي اللي بتفربط، هي اللي وتودي وتجيب وتناقش وتقعد عارفين اللي هو تقعد على القرار لحد ما تعرف في ايه مشكله ايه، وتركز مع زمايلنا زميلتها، وتركز مع اسلوبنا مع المدرسين، وتسال المدرسين في ظهرنا. لا ده مش هتقولوا دي ست فاضيه، لا دي ست في قمه الادب والاخلاق والتربيه، وبتطلع جيل مؤدب ومهذب ومحترم. وفي الاخر خالص ده بقى الامر بقى بيبقى مسؤول الاب. يعني اذا عجزت عنها مشكله للضروره القصوى، وما افتكرش ان امي عجزت عنها مشكله يعني الا كنت تقريبا في الثانويه العامه، بس ان انا ما كنتش بذاكر قوي. فمش عارفه بابا سمعها بتزعق لي تقريبا اعتقد، ومش عارفه حصل بقى ان بقى هو اتدخل بقى وما عندوش هو تفاهم. فلا، الاخلاق والاخلاق ثم الاخلاق لحد نهايه العالم. الاخلاق احنا لازم نرسخ القواعد والقيم. ويا رب الفيديو ده آلاف من الناس تشوفه عشان رجعوا الاخلاق شويه، رجعوا الاخلاق. التقدم ليس له علاقه بالاخلاق. التقدم يقصد به التقدم العلمي. الاخلاق التقدم العلمي في معروف، لكن الاخلاق لا تتجزأ، المبادئ لا تتجزأ، التربيه لا تتجزأ. هو اوبشن كامل على بعضه. تقدموا، طوروا، البسوا، عيشوا، استمتعوا، اضحكوا، لكن باخلاقكم. باخلاقكم. الا اذا كان الاب والام ما يعرفوش حاجه عن الاخلاق ولم يتلقوا دروسا في الاخلاق، فبالتالي مش عارفين يربوا عيالهم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.